يا مساء الخير، مساء الحب، مساء السعادة، مساء الورد والياسمين، الأحلى ورداتي. كما راكم تشوفوا اليوم جيتكم بوصفة جديدة وإن شاء الله تنال إعجابكم. هاد الوصفة طلبوها من عندي بالبزاف وأنا معليا غير نلبي لكم الطلبات نتاعكم. كما كتشوفوا على بالكم بلي يضيق الوقت كامل، بصح هكاك وحبيت نجي ونحط لكم فيديو مالغري راني نطول عليكم شوية. لا غالب عندي لا شارج في الخدمة. كما كتشوفوا هنايا جبت لكم الوصفة تاع الشارك العريان على وصوله، يعني طريقة تقليدية هايلة. وكما كتشوفوا فيها واحد الطراوه والبنه كل شيء ليها يهبل. هنايا نجو الحاجه الاولى اللي نعبروها، نجو نعبرو ليدام تاعنا. عندي نص كيلة نتاع زبده مارغرين السول، وعندي نكمل نص كيلة الاخرى بالسمن. السمن ديروا اي نوعيه، بصح من المستحسن ديروا المورجان باسكو البنه تاعو شابه. عندي لافاني، عندي سكر كلاص، عندي خماره، عندي ما زهر، وعندي تانيك الماء بيان سور، وعندي تانيك القرصه تاع الملح. لهنايا نجي نعبر 3 كيلات. انا رايحه نعبر بهذا البول كما كتشوفوا فيه. رايحه ندير الكيله ناقصه شويه، ناقصه ان دوا على جال هذاك السمن تاعي باسكو باش يجوني يعني الكميات كامل متساويه. لهنا حطيت الكيله الاولى ونزيدو الثانيه ونزيدو الثالثه. انا غبنتني كي قعدت نفرغ هكاك، الوغ مشيت جبت ملعقه وراني نخدم بها. يعني نحطوا الكيله قلت لكم الثانيه ونزيدوا الكيله الثالثه نتاع الفارينه. بيان سور الفارينه تاعكم تكونوا غربلتوها من قبل. انا غربلتها وحطيتها في هذيك لابواط. ونجي لهنايا لو سكر غلاس. سكر غلاس نديرو نصف كيله، يعني 3 كيلات تاع فارينه مع نص كيله تاع سكر غلاس. كيما راكم تشوفوا نخلطوهم مع بعضهم. بيان سور ما ننساوش قرصه الملح، هنا راها راحت لي في الفيديو ما لقيتهاش معليش. نضيف تاني الملعقه صغيره تاع خميره الحلويات. كيما على بالكم بلي خميره الحلويات رايحه تعطيها هشاشه، وتانيك الحبه تاعنا تتنفخ وتجينا شابه. ولا هنايا عندي ملعقه تانيك تاع لافاني. لافاني ضروري البنات، ولا هي من المستحسن تحطوا لافاني هذه. كاينه لافاني ليكيد، بصح من المستحسن تحطوا هذه باسكو لافاني ليكيد كي شغل تبدل لكم شويه اللون تاع لاباط تاعكم. هي كاينه البيضه وكاينه واحده اخرى تجيك شغل شويه ماغون كيما هكا، عسليه ماشي ماغون. الوغ حطوا هذه من المستحسن. هنا شوفوا المصداقيه باش هنا البنات كامل يفهموني. جيت عاود قلبت هذيك الليدام قلبتها في هذا البول باش تعرفوا باللي القياس راه سوا. شتوني البنات، يعني راني قدامكم عاود عبرت لكم باش هكا تفهموا بيان. لهنايا نجي نبسس هذيك يعني الفارينه تاعي نبسسها بهذوك ليدام وكنت حطيت فيها سكر كلاص، لافاني، قرصه تاع الملح، وحطيت خميره تاع الحلويات نبسسها كيما راكم تشوفون. بعد لهنايا نجيبو صفار نتاع البيضه نسحقو. هنايا صفار تاع البيضه ماناش رايحين نسحقو البيضه كامله. كما كتشوفوا هنايا راني نبسس فيها، يعني تتبسس مليح. نجيبو نحطو هذيك الصفار تاع البيضه. كاين اللي يحط بيضه كامله، بصح من المستحسن تحطي صفار تاع البيضه، راهي رايحه تجيك نتيجه احسن واحسن. وهنا البيض بيان سور رايحين نسحقوه باش نرمدو فيه هذا التراك تاعنا. كيما كتشوفوا لهنايا درت هذيك البيضه وزدت شويه ما زهر هكا وقعدت نخلط فيهم باش هذيك البيضه ما تقعدليش في بلاصه واحده، فهمتوني؟ يعني راهي رايحه تتخلط مع العجين تاعنا. ومن بعد رايحين نكملوا بالماء. ولا هنا البنات انا كان نكمل لي العطر تاع المزهر. اللي عندها عطر تاع المزهر تزيدوا، يعطيكم واحد الريحه تهبل يعني تاع المزهر. انا كان خلاص لي للاسف حتى نخرج نعاود نشري. وهنا نجي نعجن العجينه تاعنا. شوفوا العجينه تاعنا يا البنات كي نضيفوا الماء تبان لكم في الاول باللي صايب بالخف راهي شربت، بصح نتوما حاولوا كيفاش تعطوها القيس تاعها تاع الماء. هنا ما نقدرش انا نعطيكم القيس تاع الماء يعني كاس ولا نص كاس، ولا خاطر كل فارينه وش راهي رايحه تشرب لنا. يعني كي ديروا كيما هكا تلقاو هذيك لاباط تاعكم ما تتشقق لكمش. هذه هي الحاجه اللي لازم تعرفوا بها. شوفوا لاباط تاعنا تجي ليس ما تجيش تتشقق لنا. هنا تكونوا صاي وصلتوا للقوام اللي راكم تحوسوا عليه نتاع الماء. نجي ندير هاد العجينه تاعي نحطها بجيه ونجيب نخلط
العقده نتاعي، واللي هنا درتها انايا باللوز. نتوما تقدروا ديروا العقده تاعكم بالكاوكاو، اللي ما عندهاش اللوز تقدروا ديرها بالكاوكاو. بصح لهنا صدقوني انا استعملت 300 غرام تاع اللوز، يعني درت عطاتني والله ما نكذب عليكم شحال من حبه بالضبط، ممكن في اخر الفيديو انا حنقول لكم شحال من حبه بالضبط عطاتني. المهم لهنا كيما راكم تشوفوا نجي نوزن اللوز بليتو، نجي نوزن اللوز نتاعي. لهنا كي نوزن اللوز تاعي حطيت 300 غرام، ها قدامكم يعني الميزان قدامكم، حطيت 300 غرام نتاع اللوز. نجي لهنايا شوفوا هنايا البنات انا كنت رايحه نستعملو في نفس يعني في نفس الساعه راني رايحه نخلطو. نتوما تقدروا تحطوا السكر، بصح من المستحسن تحطوا اللوز، تحطوا سكر كلاص رايح يعطيكم نتيجه مبهره. لهنايا جيت حطيت القرفه، كيما على بالكم الحلويات التقليديه تحب النكهه تاع القرفه، هذه يعني مفروغ منها. الحلويات التقليديه تحب النكهه تاع القرفه، سورتو هادو اللي ما يكونش فيهم باغ اكزومبل كلاصاج وما يكونش فيهم تجي فيهم نكهه القرفه تهبل. هنا ضفت ملعقه لاباس بها نتاع القرفه، ضفتها على هذاك اللوز تاعي ونزيد نجيب نحط زيت، جبت حطيت لهنايا شويه تاع السمن ولا تحطوا المارغرين كيما حبيتو، ونجي الليمو بالمزهر كيما راكم تشوفوا، جيت حط لايمته بالماء زهر حتى نتحصل على عجينه. وكيما على بالكم البنات العجينه نتاع اللوز ماهيش كيما العجينه نتاع الكاوكاو، العجينه تاع اللوز ما تشربش بزاف كيما الكاوكاو على بالكم باللي من البقوليات. وكي نحطوا له هذيك كي نديروا مثلا المزهر تاعنا راني نشمخوه في الاول يبان لكم باللي راها جاريت لكم، بصح من بعد راهي رايحه تنشف لكم هذيك العقده. يعني كي نخلوها تبات ليله كامله ولا ما نديروها الصباح ونخلوها العشيه نلقاو باللي هذيك العقده نشفت لنا. بصح اللوز لا ماشي كيف. هنا كما راكم تشوفوا ليمت هذاك اللوز تاعي، ولا هنايا يعني هاد الكميه اللي راكم تشوفوا فيها تاع 300 غرام عطاتني يعني كميه لا باس بها. بعد في الاخر الفيديو راح تشوفوا الكميه. هنا نجو نوزنوا هذوك الحبات نتاعنا. هنا العجينه راني رايحه ندير فيها 36 غرام، تحبوا ديروا 36 37 38 هذه هي الغرامات اللي تحطوهم. انا فضلت هنا ندير 36 غرام مع 16 غرام نتاع اللوز، كيما تقدروا ديروا 15 غرام. يعني هذه الاختيار يقعد لكم، اما ديروا 15 غرام اما ديروا 16 غرام. كي ديروا 16 غرام راهي جايه الحبه، رايحه تجي الحبه تاعكم يعني فيها اللوز كما شفتوا في اول الفيديو. هنايا بعد ما خليت هذيك العجينه نتاعي تريح واحد نص ساعه في الثلاجه، نجي لهنايا اني كما شفتوني كنت خدمت الحبات الاولين باسكو كنت مزروبه باش نخليهم ينشفوا، وجيت نخدم معكم حبات لهنايا بعد ما هذيك شوفوا العجينه تاعي ما درت لها لا فارينه من تحت، ما درت لها حتى حاجه، كما كنتوا تشوفوا فيها جايه طريه ما تتلاصقش يعني خارجه ما شاء الله. هنا حليت هذيك العجينه تاعي ودرت هذاك اللوز لافارس تاعي لداخل، ونجي لهنا نشكل هذاك الهليله تاعي. وريت لكم الطريقه كيفاش نخدمه بالكف، يعني بالجانب تاع الكف تاعنا كيفاش نخدمه باش تخرج لنا الحبه متقونه وتجي هايله. هاد الوصفه كنت قريتها في الورشه اللي كنت درتها، ويعني عجبتهم ما شاء الله. البنه تاعها تهبل والبنات كامل يعني عجبتهم الطريقه وبالخف فهموها، سورتو في طريقه التشكيل كيما راكم تشوفوا. لهنا نخلي الوسط شويه بومبي وفي الاطراف راني رايحه نرققهم ونخدم كيما هكا كيما كنتوا تشوفوا. حتى ولا يعني العجينه قعدت لنا شويه ولا ما خافوهاش، يعني العجينه تعطيك الطع في الخدمه ما شاء الله. نجي لهنا شوفوا غير بالكف نتاع اليد انا بيان سور راني توالفتها في الخدمه صاي، يعني الحبه كيما نديرها حاجي شوفوا ها هي الطريقه. وانتم في الاول وريت لكم كيفاش ديروها باش تخرج لكم الحبه يعني متقونه بالبيان، او يجي فيها هذوك القرون تاع الغزال يجوا شابين كيما قلت. تشوفوا لهنا انا نكمل هذوك الحبات تاعي كامل
ومن بعد نحطهم هنا. البنات انا كنت مزروبه، شوفوا نتوما ولا ما كنتوش مزروبين خلوهم في بلا يعني حتى ينشفوا لكم كامل، ولا كنتو مزروبين باش طيبوهم حطوهم في الكونجيلاتور. انا بيان سور كنت مزروبه حطيتهم في الكونجيلاتور. كما كنت تشوفوني وريت لكم بلي هذيك الغلقه اللي نغلقوها راهي تجينا تحت الحبه، يعني ما بالك ديروها من الفوق باسكو راهي رايحه تديفلوبا الحبه، يعني تفتح لكم. لهنا كملت شكلت انايا كامل يعني الحبات تاعي، وجيت لهنا درت بيضه كامله. كاين اللي يستعمل غير الصفار تاع البيضه، بصح من المستحسن انا نحب نحط البيضه كامله. حطيت البيضه كامله، درت بيضه كامله وراني رايحه بعد هاد الحبات كما كنت تشوفوا فيهم كنت حطيتهم في الكونجيلاتور. يعني بعد ما خرجتهم من الكونجيلاتور الحبات لقاوها يابسه، يعني يبست شدت روحها. نتوما ما كنتوش مزروبين خلوها ليله كامله، ولا من تخدموا الصباح والعشيه طيبوه كما حبيتوا. لهنا غير باش يشد لكم لا فورم تاعكم هكا، باش كي تجوا تحطوا هذاك اللوز ايفيلي راهي رايحه يعني الحبه تقعد لكم كيما هي، ماهيش رايحه تخسر لكم. بيان سور هنا انا حطيته باللوز ايفيلي باسكو الزبونه كانت قالت لي حطي لي باللوز ايفيلي. تحبوا تحطوا باللوز تحبوا تحطوا باللوز يعني ديروه كيما ترحيب اللوز تاعكم يقعد لكم هذاك اللي يكون خشين من الفوق اخدموا به. وانا يلي كان عندي اللوز شريته مرحي عفوا صافيك ما شريت يعني ما رحيتش، شريت هذا لوز ايفيلي كيما هكا وتحطوا كيما كاين اللي باغ اكزومبل لا كنتي خدمتيه بالكاوكاو راه كاين كاوكاو ايفيلي تخدمي به عادي. هذه هي الطريقه تاعنا كيما هكا. انا فضلت ندير بالبانسو خير ملي نغطس الحبه كامله ونعاود نخرجها، يعني هاد الطريقه تساعدك بالبزاف. ونكملهم كامل كيما راكم تشوفوا. وهنايا بعد ما كملتهم حطيت البلا الاول والبلا الثاني كنت شكلته ودرتو تاني هو في الكونجيلاتور. نروح نشعل عليهم الكوشه من التحت ومن الفوق على 170 درجه. ولا عندكم الكوشه تشعل غير من التحت، كي طيب من التحت روحوا شعلوا لها من الفوق. ومن بعد هنا بعد ما خرجتهم دريت لهم شويه سكر كلاص، يعني كميه قليله تاع سكر كلاص، ما تدروا لهمش بزاف سكر كلاص، غير كميه قليله هكا باش يعطينا هذاك المنظر الشباب وتجي الحبه تاعنا شابه. وكما كنتوا تشوفوا هذو هما الحبات تاعي راه مسخونين راني نحي فيهم. وهنا هذه هي الطلبيه اللي كانت عندي، يعني كانت عندي طلبيه تاع خطبه، كانوا هما عندي زوج بنات يعني شكلت لهم للزوج عطيت لهم للزوج تاعهم. انا خرجت لي الله اعلم 26 حبه كما كنتوا تشوفوا. يعني خرجت ما شاء الله انعم، خرجت لي 26 حبه. هذه هي الطلبيه تاعي الكعك راني دايرتهم معاكم، وان شاء الله نعاودها لكم بالتزيين. هذا راني مصورت لكم الفيديو صاب لي هذا تانيك ان شاء الله نديرو معاكم. وهنا هذه للاخت الاخرى كنت درت لها بقلاوه، درت لها هذا صاب لي تانيك بزاف شباب اللي راكم تشوفوا فيه بهذه الورده وبقلاوه، وكنت درت لها كعكات. وبيان سور عطيت لها متشارك تانيك اللي كان قعد لي لهنا. كان خطبه تاع بنات، ربي ان شاء الله يفتح على كل وحده برنوس الستر. وهذه هي يعني جارك اللي كنت حضرته لكم، ان شاء الله ينال اعجابكم. وما تنسونيش بالجام وخلوا لي تعليق شباب باش هكا تحفزوني ونرجع لكم. وباي باي، دمتم اوفياء.